المحاضرة رقم 436 في كورس السي شارب، واحنا احنا كنا ماشيين طبعا سلسلة كورسات للناس اللي مش موجودة معانا او اللي جت اول مرة. فاحنا شغالين سلسلة كورسات، خلصنا سي شارب فاندامنتال اوبجكت اورينتد بروجرامينج داتابيز اناليسيس اند ديزاين فول كورس، سيكوال سيرفر، ويندوز فورم، ادو. دخلنا في اللينك اللي هو الكورس رقم 7 اللي احنا فيه ده. كان كورس ادو ده كان ليفل 1 في الداتابيز ان سي شارب، وكورس اللينك ده ليفل 2 ان داتابيز. وكان الملف اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي احنا هنشتغل فيه هنتكلم فيه عن سنجل اور ديفولت او سنجل، يعني الفرق بين سنجل وسنجل اور ديفولت، والفرق بين element at و element at or default. كان الملف اللي فات اتكلمنا فيه بردك عن last or default، والملف اللي قبليه كنا اتكلمنا عن verist او verist or default، والملف اللي قبليه كنا اتكلمنا عن verist و verist or default. واضح ان السلسله بتاعت حاجه or default verist last or default احنا دايما بنفضل نستخدم or default، verist or default last or default. بس لازم نبقى فاهمين واحنا بنستخدم ليه last or default. وطبعا اكيد last دي مش ما جاتش من فراغ، يعني دي ليها استخدام ودي ليها استخدام، بس لو انا مش عارف الفرق بينهم قوي ومتحير او مش، يبقى last or default هي اللي هتجيب لي النتيجه. وبرضك هنا هنتكلم عن single or default وسنجل، يعني الفرق بين سنجل. طب تعال نخش على المثال بتاعنا اللي احنا مجهزينه عن سنجل اور ديفولت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مصفوفه فيها عنصر واحد بس زي الليست او عنصر واحد، فسنجل هترجع لي بالعنصر. سنجل يعني عنصر واحد موجود فيها، يعني انا عملت كويري معينه والناتج الكويري عنصر واحد، هترجع لي العنصر ده. اذا ما كانش عنصر واحد او كانت فاضيه هيدي ايرور. عشان كده لو وقفت على سنجل بيقول لك return the only element of sequence and through an exception if there is no exactly one element. يعني لازم يكون exactly one element، ما كانش غير كده هعمل بقى error handling يعني. فهي دي النقطة المهمة، ان انا لما بستخدم سنجل يبقى ده معناها ان انا هعمل الكلام ده. فانا مثلا لما عملت كويري هنا على سنجل، ان انا بشوف هنا فعلا في سنجل على ووردز 1 دي، وعملت رن، هتكون النتيجة ان هو هيديني الكلمة رجع بهلو لان ما فيهاش غير. طب لو انا استخدمت single or default، فاداني نفس الكلام، مفيش اي مشكلة. طب انا بقى لو مسحت الكلمة دي واستخدمت الاولانية، يعني كانت القائمة ما فيهاش حاجة خالص، كانت الليست ما فيهاش حاجة خالص، كانت اي حاجة الداتا مش موجودة، فاما هاجي اعمل هيقف عند ايرور، هيديني ايرور عند ايه؟ عند الجملة بتاعت سنجل. طب لو انا اساسا كنت في التانية، يعني وقف هنا عند الجملة دي. طب انا لو انا دلوقتي مش في التانية دي اللي هي سنجل اور ديفولت، مش هيدي ايرور في الجملة دي، وان كان هو هيقف في الطباعة. يعني مثلا اقول له سنجل اور ديفولت مش هيدي ايرور، قال لك ترو. ترو دي زي ما احنا اتعودنا ان هو ما يجي يطبع النتيجة يحطها في الليست بوكس، فانا قايل له اذا كانت نال اكتب ترو. لكن عدى الجملة دي، هي ميزة سنجل اور ديفولت بتخليه يعدي الجملة لو في ايرور، لو في ايرور. طب لو في اكتر من عنصر، تعال نشوف. لو في اكتر من عنصر يبقى بردك نفس الكلام. انا بقول له هات العناصر اللي باستخدام تاني للسنجل، واقول له w لينس اقل من او يساوي 5. استخدمنا اللامدا اكسبريشن وقلت له w دوت لينس اقل من او يساوي 5. ما انا عندي حاجات كتيره اقل من 5، ما عنديش واحد بس اقل من 5، فدي هتدي ايرور، دي هتدي ايرور. بس انا هنا مش بستخدم وورد 1 ووردز 1، انا بستخدم وورد، فهنا دي هتدي ايرور لان انا بستخدم ووردز. فهدي ليه؟ لان عدد الكلمات اللي موجوده اكتر من 1، هتقف كده عند الجمله دي وتديني ايرور. لو كنت قلت له ان اقل من او يساوي 2 وشغلت، لان فعلا هلاقي جمله وكلمه واحده بس اقل من او يساوي 2، ممكن يبقى فراغ لان مفيش اقل من او يساوي 2. اقل من او يساوي 3، اقل من او يساوي 3 هي
كلمة واحدة هترجع لي في اقل من او يساوي 3 اللي هي ايه؟ كلمة HAB. فدي طلعت نتيجة سليمة. فانا دلوقتي لو كان برضك هنا نفس الكلام، احنا بس بنعدد الامثلة مش اكتر. ان ووردز هنا اذا كان عملنا كويري اقل من او يساوي 2 هتطلع النتيجة مظبوطة وهيطلع لي رقم. يعني اقل من او يساوي 2 هتدي ترو، يعني كان في ايرور وعدى الايرور وطبع لي كلمة ترو زي ما سبق وشرحنا فوق. طب نفس الكلام بالنسبة لمثال تاني اهو. الامثلة دي كلها عشان يثبت الاكستنشن ميثودز المختلفة start with k، مفيش ولا عنصر بيستارت with k، فهيدي ايرور. هيدي ايه؟ ايرور في سنجل. هيدي ايرور في سنجل ويقف كده ويديني ايرور. اما في حالة ان هي في التانية دي لا، مش هيدي ايرور، هيطبع لي كلمة ترو. دي لو انا وقفت كده وشغلت هيطبع لي كلمة ترو. ادي ترو يعني ادى ايرور بس عداه، ما وقفش عند الجملة دي. بكده يبقى خلصنا الشرح سنجل اور ديفولت. يبقى احنا كان معانا درس سنجل اور ديفولت، واحنا طبعا كنت حاطط على السلايد او على الكفر ده سنجل اور سنجل والفرق بين سنجل، وحاطط التانية element at و element at or default. بس انا هخلي دي في ملف تاني لسبب واحد بس، اللي هو الملف 437، عشان الناس في السيرش لما بيجوا يبحثوا ما يبقاش عنوان الملف فيه كل الكلام ده. احب افكرك قبل ما اخلص الملف ده ان احنا في الكورس ان السيكونس بتاع الكورسات بتاعتنا كان ماشي بالشكل ده. الكورس الاولاني سي شارب فاندامنتال، وده كان 15 ساعة و70 ملف. الكورس التاني كان اوبجكت اورينتد بروجرامينج 9 ساعات و40 ملف. الكورس التالت كان داتابيز اناليسيز اند ديزاين فور كورس ERD سكيما، وده كان 2.5 ساعة و7 ملفات، وفي ملف مجمع رقم 8 في كل كورس في ملف واحد، وده كورس ممتاز جدا. الكورس رقم 5 هو الويندوز، وده كان اكبر كورس عندنا، الويندوز 4، اللي شرحنا فيه معظم الادوات واهتمنا بشكل خاص بالجرافيكس فيه والتعامل مع النصوص والتعامل مع الملفات النصية، وعملنا اكزامبلز كتير فيه، وقفلناه ببرنامج الفاتورة الرائع اللي في اخر الكورس. يعني كان برنامج رائع جدا، اللي هو طبع فاتورة وعمل فاتورة، وخدنا فيه حبة مهارات كويسة جدا. الكورس ده كان كورس كبير، كان 35 ساعة 143 ملف. بعد كده كورس رقم 6 الادو، اللي هو اول ليفل في الداتابيز، وده كان 19 ساعة و80 ملف. احب افكرك قبل ما اخلص الملف ده ان احنا في الكورس ان السيكونس بتاع الكورسات بتاعتنا كان ماشي بالشكل ده. الكورس الاولاني سي شارب فاندامنتال، وده كان 15 ساعة و70 ملف. الكورس التاني كان اوبجكت اورينتد بروجرامينج 9 ساعات و40 ملف. الكورس التالت كان داتابيز اناليسيز اند ديزاين فور كورس ERD سكيما، وده كان 2.5 ساعة و7 ملفات، وفي ملف مجمع رقم 8 في كل كورس في ملف واحد، وده كورس ممتاز جدا. الكورس رقم 5 هو الويندوز، وده كان اكبر كورس عندنا، الويندوز 4، اللي شرحنا فيه معظم الادوات واهتمنا بشكل خاص بالجرافيكس فيه والتعامل مع النصوص والتعامل مع الملفات النصية، وعملنا اكزامبلز كتير فيه، وقفلناه ببرنامج الفاتورة الرائع اللي في اخر الكورس. يعني كان برنامج رائع جدا، اللي هو طبع فاتورة وعمل فاتورة، وخدنا فيه حبة مهارات كويسة جدا. الكورس ده كان كورس كبير، كان 35 ساعة 143 ملف. بعد كده كورس رقم 6 الادو، اللي هو اول ليفل في الداتابيز، وده كان 19 ساعة و80 ملف. وبعد كده دخلنا في كورس اللينك، واحنا في الملف دلوقتي اللينك اللي هو language integrated query، وده كورس مهم جدا، وده كان ليفل 2 in database. وده موقعنا على اليوتيوب، والقناة بتاعتنا الملاك.edu.tv، وحضرتك لو عايز ترجع تشوف الداتا كلها هتلاقي ان احنا في الملاك في بلاي ليست لكل الكورسات دي، وفي الفيسبوك .com، ده العنوان بتاعي على الفيسبوك موقعي، وده المدونة بتاعتي على بلوجر. فانت course7.blogspot.com هتخش تلاقي كل الملفات موجودة، والاكواد الخاصة بالكورسات موجودة.
لو عملت سيرش في المدونة بالبحث من فوق، اجمالي ساعات الكورسات دي كلها اللي احنا خدناها كان اجماليها 90 من غير الكورس اللي احنا فيه اللينكو ده. وان كان اللينكو ده دخل دلوقتي مثلا هيخش في 10 ساعات، يعني هنبقى وصلنا ل 100 ساعة تقريبا، وهم 380 ملف. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.